أنظمة دايت كتير جديدة، اللي يقولك دايت البلح، دايت المية، دايت العسل، علشان تعمل زي شوك كده للجسم، تنزل مرة واحدة وبعدين تمشي بقى على نظام غذائي متوازن. مم. حضرتك بتقول ايه الموضوع ده؟ هو طبعا في يعني ريجيمات الموضة. مم. بس هي الناس بتمشي ورا الموضة دي، مم. او يعني مثلا تجربة شخص معين اه. فحقق حاجة معينة، فبيجي الاشخاص يتبعوه. انت ايه ده خسيت على الدايت ده؟ مم. دايت البلح، طب كلنا نعمل دايت البلح. انت دايت الكيتو جاب معاك نتيجة رهيبة، طب كلنا هنمشي على النظام ده. مم. هي الفكرة ان التنظيم الغذائي الصحي ده ما فيهوش نقاش. مم. ده بيبقى مبني على هرم غذائي ليه طريقة معينة، تفاصيل معينة، متنوع من المصادر الغذائية وهكذا. يعني رجيم صحي. رجيمات الموضة هي احنا بنستخدمها في اوقات محددة. اه. عروسة جايه لنا مثلا في فترة مزنوقة قبل فرحها، مثلا كام اسبوع على فرحها، مم. فعايز اوصل معاه لنتيجة معينة. مريض مثلا داخل يعمل عملية قلب مم. وانا عايز انزل له كام كيلو، فبستخدم رجيمات محددة لفترات معينة. برضو مش فترة طويلة عشان ما اعملش لخبطة لكمية الجسم او اسبب ضرر معين.